قصة للأطفال والمراهقين من وحي الخيال تمت صياغتها بشكل فانتازي. العنوان: مخيلة. كتبت في التاريخ المذكور بقلمي. جلس ماجد على عتبة منزل جده وهو حزين بعد أن طرق الباب عدة مرات ولم يجد. كان في الأثناء مشغول البال، تتزاحم داخل عقله الصغير أفكار كثيرة، لكن الفكرة الطاغية كانت تتمثل في أحداث جرت بينه وبين فرد من عائلته في مساء اليوم الفارط. للأطفال مخيلة واسعة وفكر نقي صادق، ومن أجل هذا كان ماجد الصغير يزور جده الحنون بين الفينة والأخرى ليطمئن عليه ويتبادل معه الأحاديث ويبثه بكل أخباره الجديدة. تأخر الجد في العودة إلى منزله ذاك المساء، ورغم طول الوقت بقي ماجد منتظرا قدوم جده، وسرح في تأمل الفضاء كتسلية تروق له، وعادة جميلة دأب عليها منذ إدراكه لروعة الوجود وقدرة الخالق في تصوير مخلوقاته بأحسن صورة. واصل الطفل تأمله، وقد أبهرته الطبيعة بجمالها، وخصوصا لون السحاب واخضرار الأرض. ظل على ذلك الحال حتى غمره النعاس، ودخل بكليته في عالم الأحلام. وكانت الشمس حينذاك قد اقتربت من وقت غروبها، فبدت خجولة في قلب السماء يميل لونها للإحمرار. ها هو ماجد يحدق في وجه غريب لم يره من قبل، وجه ضخم كان كلما يقترب منه يبتلعه حتى يشعر وكأنه داخل كيان غامض وعجيب، ثم يستمر في الغوص حتى يجد نفسه في مكان أصفر باهت. فرك ماجد عينيه طويلا حتى أغمي عليه ولم يستفق من غيبوبته، إلا وقد شعر ببرودة أشد بمرات من برودة الثلج في القطب الشمالي، وهذا ما جعله يستيقظ من غفوته العميقة، أو لنقل نعاسه المفاجئ. وابتسم وجهه وأشرق بالفرح عندما رأى وجه جده ضاحكا كعادته وهو قادم يلوح بيديه من بعيد. وبعد العناق وإلقاء التحية وأخذ ورد في الكلام، سأل ماجد جده في استغراب: هل تمتلك الشمس وجها يا جدي؟ قهقه الجد بصوت مرتفع ثم قال: صغيري، إن كل الموجودات على الأرض تحمل وجها، بل وأحيانا قد تحمل عدة وجوه، وموضوع كهذا يحتاج أن تكبر عدة سنوات أخرى لتفهم عمقه. كل ما أطلبه منك الآن يا طفلي الصغير هو أن تكون فتى يمرح داخل رأسه عبر مخيلته الواسعة، حيث السماء الزرقاء الصافية يتدفق نورها في الفضاء الرحب، وأن تمسك بألوان قوس قزح بين أناملك الدافئة دفء أشعة الشمس، وتنقش على جدران الذاكرة الوجوه المبتسمة والأفواه الضاحكة والصور الجميلة لا غير. فقط لا تشغل نفسك بشيء غير الألوان المدهشة اللامعة الوردية. ظل ماجد يفكر في وجه الشمس المبتسم الخجول ساعة الغروب، وفي كلمات جده عن الألوان المشرقة، حتى حمله النوم العميق مرة أخرى. لكن هذه المرة حمله النعاس إلى مسرح الأحلام على متن أريكة خشبية موضوعة قرب نافذة في إحدى غرف منزل الجد الحبيب، حيث رأى ماجد حلما عجيبا حمل من الألغاز العجيبة والحكايات المشوقة والوجوه اللطيفة ما يشكل بحرا من الحكايات والقصص المدهشة. رأى نفسه في المنام ينظر عن كثب للقمر، وقد تحول إلى كرة صغيرة عجيبة تحوطها ثقوب على المدار كله،
ومن كل ثقب تنبثق حورية زرقاء مخرجة رأسها نحو الفضاء الواسع. أما في المحور فينبثق رأس حورية جميلة تتلألأ بألوان الليل، وحين تتكلم أو تهمس يتحرك القمر ويرقص، فترقص معه جميع الحوريات الأخرى. وعندما تكف عن الكلام تهدأ معها كل الحوريات. ثم تسأل ماجدا في اهتمام السؤال الآتي: رأيناك مشغول البال، يلف قلبك حزن عميق يا ماجد، خصوصا في مساء اليوم الفارط، فهل لك أن تخبرنا عما يشغل بالك ويجعلك تنام أمام نافذة القمر وتحت ضوء النجوم؟ فقد شهدتك ظلمة الأفق ترسم دمعة على خديك بأسى، ونحن نحبك يا ماجدنا العزيز، ونود تقديم يد العون لك. انبهر ماجد من الأداء، فقد كانت الأصوات رقيقة عذبة، وعيون الحوريات تشع حبا وحنانا، وتلك الرقصة الساحرة والموسيقى التي انسابت بعمق وراحة لتتفجر النغمات، ذرات تناثرت على الأرض فأنبتت زهرا يفوح بعطر الحب والجمال. ولولا أنني تفاجأت يا أطفال حين وجدت نفسي داخل حلم ماجد، أقف فيه كمراقبة من خلف الستار لأنقل إليكم المشهد مثل ما رأيته، إلا أنني تفاجأت أيضا حين وجدت نفسي داخل حلم ثان ومشهد جديد، حيث رأيت ماجد يجلس إلى طاولة فاخرة المنظر ودقة تصميمها مذهلة، تدور حولها 4 كراسي من نفس النوع الفاخر جدا، وعلى أحد الكراسي يجلس رجل أربعيني يلبس لباسا أبيضا، ورغم أناقته ووسامته غير أنني لمحت شرا كبيرا في عينيه. أما على محيط الطاولة فكانت الكراسات الكثيرة والأقلام العديدة المختلفة بألوانها وأشكالها وأحجامها تملأ كامل المساحة. على الكراسات كتبت أحرف مختلفة بلغات كثيرة، وأرقام وخرائط ورسوم، رسومات لرؤوس حيوانات وبشر، أنهار ومحيطات، بحار وثلوج، حيتان وقروش. ورغم أن الطاولة كانت بعيدة عني، إلا أنني رأيت كل الموجودات فوقها بوضوح، كل شيء كان واضحا وجليا. بدا ماجد في المشهد حزين، وكان الرجل يهتم بتدريسه علوم الحساب في المقام الأول، لكن بطريقة قاسية جعلته يبدو عصبيا وثائرا، فقد كان في كل مرة يصرخ في وجهه وينعت بأبشع النعوت. وكان ماجد مستنزفا من الداخل، يحاول التمسك بصمته ورضوخه، فلم ينبس ببنت شفا، فقد كانت الدموع تنهمر من عينيه، وصوته المنخفض بالكاد يسمع، يجيب عن أسئلة العم الفظة. مر الوقت عصيبا كئيبا مملا، وكنت أنظر لماجد من بعيد وقلبي يعتصر لألمه وهو يتلقى الدروس تحت الضغط. استمر المشهد حتى أغمي علي، ولم أصح إلا وقد رأيت صورة لماجد وهو واقف أمام أبيه المستلقي على بساط يستمتع بأشعة الشمس وبنور الصباح. كل شيء على ما يرام. لاحظت أن كل ما تبصره عيني يحظى بحياة جيدة، إلا قلب ماجد، فقد كان الخوف باديا على وجهه وعلى ملامحه، وهو ينظر لوالده باستعطاف ويقول: لقد ضربني الرجل عدة مرات لأنني لم أفهم دروس الحساب. لقد صفعني بقوة يا أبي. في الأثناء وأنا أسمع ماجدا يبث شكواه بألم كنت أبكي، وقد فرط بي حزني حد الوقوع على الأرض. بقي الأب ساكنا ينظر لابنه في استغراب وحيرة. لا تسألوني يا أطفال، لأنني لم أسمع جوابا.
أدرت ظهري للرحيل فوجدت نفسي أدخل في الحلم الأول، حيث القمر الجميل محاط بالحوريات وبالنجوم وبلون السماء وهي نائمة تستمد أمانها من ضوء القمر. فجأة ابتسمت الحورية الجميلة وأخذت ترقص في حزن وهي تبكي، بكت طويلا وهي ترقص على شدو موسيقى عذبة حالمة تأتي من بعيد. ثم نظرت إلى ماجد وطرحت عليه سؤالا بقي عالقا في ذاكرته إلى حد هذه الساعة: متى يكون يوم ميلاد أبيك يا ماجد؟ أطفالي، هذا السؤال كان حقيقيا، ولا تسألوني كيف أرجوكم، لكنه حقيقي. وأجاب ماجد في هدوء وحزن: لا أعلم. وهنا تنتهي القصة يا أطفال، مع السلامة.